السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد مليان حماس ونشاط. المفروض ان هو كان يتعمل من حوالي من بدري، بس انا كانت عندي ظروف فمعرفتش اعمله، فجه الوقت دلوقتي ان انا اعمله. تمام، يلا كلنا نتحمس كده ونتشجع. واللي ما عملتش الروتين ده خاص جدا تقوم تعمله. انا هعمل ايه؟ انا هغسل البطاطين. طيب انا ما عنديش بانيو، ما عنديش حاجة كبيرة ان انا اغسل فيها. عندي طشت، تمام، اشتغل فيه. عندي طبق كبير برضو، تمام، اشتغل فيه. مش هنقول لا عشان احنا ما عندناش بانيو، بس اللي عندهم بانيو يلا يا بختهم. ان شاء الله ربنا يكرمنا كده ونبقى عندنا حمام كبير وفيه بانيو. اول حاجه انا جبت الطشت بتاعي اهو، الطشت ده الكبير. اي عروسه بتجهز من الفلاحين عامه بتبقى جايبه الطشت اللي هو الكبير ده. جبت الطشت، مليته ميه زي ما انتم شايفين كده اهوت، حطيت فيه برسيل، حطيت فيه خلطه. الخلطه دي بتبقى حاجات كده مكونه من كذا حاجه، لو عايزيني اقول لكم او اعمل لكم فيديو عليها هعمل لكم. بيبقى فيها حاجات كتير قوي، يعني اكتر ممكن 10 حاجات على بعض. تمام، بس كده. في ناس بقى بتحط خل، براحتك. عايز اي اضافات عايز تحطيها حطيها. جبت البطانية، احنا نغسل النهاردة البطاطين بقى مفارش. انا غسلت المفارش وعينتها، بس فاضل دور البطاطين. ورحت حاطه البطانية زي ما انتم شايفين كده. وهتبدأ بقى هنا المعركة بتاعة الاطفال بيحبوا الموضوع ده جدا. الموضوع ايه؟ موضوع غسيل البطاطين والهرس زي ما انتم شايفين كده. بنتي هي اللي عمالة كده بتهرس في رجليها. فاحنا دلوقتي الطشت بالنسبة لنا هو بديل البانيو. تمام، عشان نبقى متفقين، احنا عندنا بانيو بس البانيو بتاعنا بنشيله وبنحطه. الناس التانية غلبانين البانيو بتاعهم ثابت. تمام، كده اهوت. بتبدأ بقى الصراع ما بين ولادك. لو انت عندك بقى ولاد كبار زي بنتي كده، بيبدأ هنا بقى الصراع. ان هو كل واحد عايز ينزل يعمل زي ما بنتي بتعمل قدام كده برجليها. تمام، الموضوع ده بينضف الرجول حلو قوي. العلبة بتطلع بقى رجلها زي الفل. خلاص هرسناها كده وسبناها شوية ورجعنا هرسناها تاني. وبعد كده جبت اللي هو السبب بتاع الغسيل ده اللي احنا بنحط فيه الغسيل اللي هو مش نظيف. تمام، ورحت شايلة منه البطانية، بس طبعا انا نقحتها كام ساعة حلوين كده. وبعد كده رحت شايلاها في الطش في السبت اللي انتوا شايفينه ده كده اهوت. وقعدت بقى اتك عليها من فوق كده لحد لما صفت المية بتاعتها. تمام، هسيبها برضو كده كمان قد ساعة تتصفى عشان تبقى مصفت المية بتاعتها خالص. تمام، وبعد كده هنعمل عايزه اقول لكم ان دي اول واحده انا عملتها. تمام، في طبعا بطاطين تاني. بصوا كده اهو، انا بقول لكم السبت ده اللي هو السبت المخرم بتاع الغسيل. ما عندكيش هاتي مش عارفين اللي هي زبده الفاكهه اللي هي بتبقى الكبيره قوي دي. برضو احلى من السبت الغسيل، لان كلها مخرمه وكلها مفتحه. لكن سبت الغسيل بيبقى معمول من مقفول من تحت. ودي البطانيه التانية عملتها نفس ما عملت البطانيه ديكها. حطيت ميه، حطيت برسيل، حطيت حبه خلطه، وقعدت اهرس فيها برضو شويه وسبتها شويه ورجعت هرست فيهم تاني. وصفيتها كده اهوت في السبت اللي انا بقول لكم عليه، او في القفص اللي انا بقول لكم عليه اللي هو بتاع الفاكهه اللي هو الاسمر المخرم زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم والله العظيم احلى من سبت الغسيل. بيصفي البطانيه او اي حاجه تصفيه بنت لذينه، بيخليش فيها ميه نهائي. لكن سبت الغسيل في القعر كده بيبقى مقفول، فالحته اللي تحت دي بتفضل فيها ميه زي ما هي بتتصفاش قوي يعني. تمام، شطفتهم مره. تمام، وصفيتهم البطانيتين، شطفتهم مره وصفيتهم. ودي تاني مرة اهيت هشطفهم فيها، بس مش هشطفهم بمية صافي، لا، انا مليت الطشت مية اهوت برضو على الاخر. وهبدأ احط فيه اي معطر انتي بتحبيه او اي معطر انتي بتفضليه. تمام، انا جربت المعطر اللي هو بتاع ماي واي، اللي هو سيكريت. المعطر ده تحفة 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 بمعنى الكلمة اهو. وبالذات الازازة اللي هي الزرقاء دي،
المعطر ده ريحته خطيرة، فضلت في البطاطين وفضلت بتفضل في الهدوم، جميلة جدا جدا جدا. انا حطيت كده اهوت حوالي غطيين مش كتار، والازازة دي مش غالية، الازازة دي ب16 جنيه ونص، وبتكفيك حبة حلوين جدا. حطيت اهوت المعطر في المية، وهبدأ دلوقتي ان انا هقلبه بايدي، واحط البطانية وارجع اشيلها اصفيها كمان مرة. تمام. بعد بقى ما اشيلها اصفيها هسيبها برضو قد ساعتين 3 تصفي المية بتاعتها كلها، وارجع انشرها. تمام كده خلاص. انا بعد ما شطفت البطانيتين بالمعطر، تمام، نشرت واحدة تحت، والتانية ديت انا خدتها عشان انشرها فوق خالص. تمام. انا ان عندي بلكونه تحت في شقتي، البلكونه هي بلكونه واحده بس وصغيره على قد يعني بطانيه، فنشرت فيها بطانيه، والبطانيه التانية طلعت نشرتها فوق خالص على السطوح، على الحيطه دي كده اهيت. انا مسحتها ورحت حاطه عليها البطانيه. طبعا لو انت بلكونتك كبيره حطي الاتنين، لكن انا عندي صغيره بس، عشان كده حطيت واحده تحت وحطيت واحده فوق. هصور لكم اللي انا حطيتها تحت، لان انا نشرتها طبعا قبل ما اطلع بدي، لان هي كانت في نفس الثبت ده. تمام. هبدا اشيلها. عايزه اقول لكم ان هي صفت خالص. بصوا اللي تحت عندنا اهيت في البلكونه تحت اهيت، هعمل لكم عليها دلوقتي زوم اهي. دي كده في البلكونه عند تحت انا نشرتها واصطفت، وهنشر بقى اللي هي الصفرة دي. في حاجات تاني، لو وصلتوا الفيديو لحد هنا حطولي لايك بقى، واكتبوا لي كومنت حلو كده مشجع، عشان انتوا لاحظتوا ان انتوا بتحبوا الروتينات. دي البطانية التانية اهيت. بعد ما مسحت الحبال ومسحت السور او نفضته، رحت نشراها كده اهو زي ما انتوا شايفين. بس كده. عايزه اقولكم ان هو كان الموضوع كان تقيل على قلبي قوي، و كنت عايزه عماله اقول هغسلها بكره، لا بعده، لا بكره، لا بعده. قمت مره واحده كده رحت نقعاهم وغسلتهم كده، يبقى حاجه الحمد لله يعني عدت من على قفايا. انا كنت دايما على طول بغسلهم بعد الصيف على طول، بس لظروف ما السنه دي ما غسلتهمش، غسلتهم متاخر بصراحه. اول سنه تحصل ان انا اغسلهم متاخر كده في بدايه الشتاء. تمام كده خلاص انا خلصتهم. عندي حاجات تانية برضو هعملها. ما ت... ما تروحوش في حتة يعني، خليكم كملوا معايا الروتين، هتتشجعوا، هتقوموا تعملوا لو انتوا عندكم بطاطين مفارش هدوم، قوموا يلا تشجعوا واعملوا. في بقى بطانية تانية كمان هغسلها برضو دلوقتي. انا فعلا غسلتها، عملت برضو نفس ما عملت في التانية، حطيت برضو خلطة وحطيت برسيل، هي دي الخلطة المميزة بالنسبة لي واللي بعتمدها دايما في الغسيل بتاعي. وغسلت البطانية زي الفل، والبطاطين بقت، عايزة اقول لكم ان هي بقت قشطة 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 كده يعني. بصوا بتزغرط كده من النظافة. وصفيتها برضو في نفس السبت ده كده اهوت. القفص انا بحب القفص ده اكتر من سبت الغسيل. تمام. كان عندي بعد ما خلصت كان عندي حبة مشايات، رحت مكان البطانية ما شطفتها، كانت مية نظيفة وفيها ريحة برضو البطانية الحمرا دي. رحت حاطة فيها حبة وحبة خلطة، وكان عندي حبة مشايات كده. رحت قلت بالمرة هعملهم عشان يبقوا انزحوا من على القفاية بمعنى اصح. رحت حطاهم كده ونقعاهم قد ساعتين. نزلوا بقى كل اي حاجه فيهم، اي بقعه بقى، اي تراب، اي حاجه نزلوا. حاجه بقى هغسلهم في ثانيه كده، تبص تلاقيهم نطفوا، مش هيعوزوا بقى غسيل كتير وكده، لان هم بايشين، ولو فيهم اي حاجه بتبقى خلاص باشت ونزلت في الميه. ويا دوب ان انت بالفرشه كده بسرعه بسرعه بتلاقي الحاجه بقت زي الفل ونطفت جدا. بعد كده بروح مطلعهم بقى على جنب كده في الحمام. كل ده انا بعمله في الحمام على فكره، والحمام بتاعي صغير اصلا. اطلعهم كده وهبدا ارش عليهم بقى حبه اومو، وبالفرشه وبسرعه بسرعه بسرعه كده هغسلهم. هلاقيهم نطفوا بقوا زي الفل، من غير ما اقعد بقى ادعك وفي هنا بقعه مفيش هنا بقعه، لا، البقع كلها وكل حاجه بتروح في الميه كده عشان انا انقعهم. بصوا انا هحطهم واحده واحده بعد واحده، وبسرعه كده بالفرشه، وهبدا اغسلهم. وبرضو هشطفهم زي ما عملت في البطاطين، وهسيبهم يصفوا شويه وهنشرهم. وهو ده كان الروتين بتاعي النهارده. خدته كده من خد اول يا حب. اليوم لحد اخره.
طبعا كان في حاجات تانية بس مصورتهاش. بس روتين النهارده بتاعي كان برعاية الحمام، كان كله في الحمام. يومي قضيته النهارده في الحمام. بس الحمد لله ان هما ان انا خلصت و انزحوا عن قفايا بقى كده وكده. الجو سقع، عايزين بقى ايه نتغطى بقى بالبطاطين وكده. فاتمنى ان هو الروتين يكون عجبكم، و حطوا لي بقى لايك للفيديو، وقولوا لي رايكم في الكومنتات، وقولوا لي بقى انتوا غسلتوا البطاطين ولا لسه زي حالاتي كده متاخرين ولا لا. طبعا شاطرين، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامه.